مأساة مصرية. عريس يلحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها في حادث حفل الزفاف. لحق شاب مصري بعروسه التي لقيت مصرعها في حادث مروري مأساوي خلال حفل الزفاف ليلة أمس في إحدى قرى محافظة المنيا جنوب الصعيد. وقع الحادث مساء أمس بعد انقلاب سيارة الزفاف التي كان يستقلانها، حيث لفظت العروس أنفاسها الأخيرة في الحال، فيما دخل العريس في غيبوبة تامة قبل أن تعلن وفاته اليوم. وصرحت النيابة العامة بدفن جثماني العروسين، فيما تبين من التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقل العروسين ضمن موكب الزفاف. وأسفر الحادث عن وفاة العروس ألف عين البالغة من العمر 18 عاما على الفور، فيما لحق بها بعد ساعات قليلة العريس 22 عاما متأثرا بإصابته داخل مستشفى المنيا. الجميع أصيب 3 أشخاص آخرين في الحادث، بينهم شقيقة العروس وشاب ورجل آخر، ونقل المستشفى لتلقي العلاج اللازم. الحادث المأساوي أثار حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية شلقام ومركز بني مزار في محافظة المنوفية محافظة المنيا، حيث تحولت فرحة الزفاف إلى مأتم كبير فجعت فيه أسرتا العروسين وأهل القرية جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.